أيها السادة الأعزاء، وإذا برب العالمين يصدر بيانا وقرارا إلى ملك الموت أن يا ملك الموت اذهب إلى حبيبي محمد، اذهب إلى حبيبي محمد بأحسن صورة وارفق به في قبض روحه، فإن أذن لك بالدخول فادخل، وإن لم يأذن لك فارجع. فنزل ملك الموت على صورة رجل أعرابي ونادى: السلام عليكم يا آل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أأدخل أأدخل؟ فقالت فاطمة: إن رسول الله مشغول بمرضه. فنادى بالثانية: السلام عليكم يا آل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أأدخل؟ فقالت فاطمة مثل ما قالت في الأولى. فنادى بالثالثة: السلام عليكم يا آل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أأدخل؟ فأشار إليها النبي: من يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله رجل نادى ثلاثة فقلت أنك مشغول بمرضه، فنظر إلي نظرة اقشعر منها جلدي وخاف قلبي وتغير لوني، فلا أدري من يا رسول الله. فقال النبي وهو على فراش موته: ادخل يا ملك الموت، ادخل يا ملك الموت، أجئت زائرا أم قابضا؟ فقال: زائرا أو قابضا، إن أذنت لي يا رسول الله. فقال رسول الله: وأين تركت الأمين جبريل؟ فقال: تركته في السماء الدنيا والملائكة يعزونه، فلم يلبث ساعة إلا ونزل الأمين جبريل. اسمع إلى رسول الله وهو يحتضر وهو على فراش الموت، وأول سؤال يسأل عنه وهو يموت يقول للأمين جبريل: يا جبريل كيف يكون حال أمتي يوم القيامة؟ رسول الله يموت وشغله الشاغل أنا وأنت، رسول الله على فراش موته وشغله الشاغل أمة رسول الله، كيف يكون حال أمتي يوم القيامة؟ فيقول جبريل: يا رسول الله أبشر، فلقد حرمت الجنة على سائر الأنبياء حتى تدخلها أنت، وحرمت على سائر الأمم حتى تدخلها أمتك. ثم قال: الآن اطمأن قلبي، اقترب يا ملك الموت. فاقترب ملك الموت يعالج قبض روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع، تقول السيدة عائشة: فوجدت رسول الله يرفع يده اليمنى ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعلمت أن رسول الله يخير وأنه لا يختارنا، وفجأة سقطت يد رسول الله. مات إمام الأنبياء، مات إمام الأتقياء، مات رسول الله، مات حبيب الله، مات خير خلق الله، مات رسول الله. فصرخ الصديق، فصرخ عمر بن الخطاب: ما مات رسول الله، ما مات رسول الله. اخرس لسان عثمان بن عفان، اقعد علي بن ابي طالب. وصرخ عمر: ما مات رسول الله، ما مات رسول الله، ولكن ذهب الى لقاء ربه كما ذهب موسى
وهنا جاء صاحب الموقف المشغول، جاء سيدنا أبي بكر الصديق، جاء الحبيب، جاء أبو بكر ودخل على صاحبه وهو مسجى في فراش عائشة. كشف الغطاء عن وجه النبي، كشف الغطاء عن وجه النبي، ووضع قبلة حالية على جبين رسول الله، على جبين صاحبه، وقال له يا رسول الله أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم صرخ بأعلى صوته قائلا ونبيا وصفيا وخليلا ونبيا وصفيا وخليلا. ثم خرج إلى الناس يحدثهم عمر فقال اسمع، اسكت يا عمر، على رسلك يا عمر. فقام الصديق وقال ايها الناس، ايها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول ربنا كما جاء في سورة آل عمران الآية 144 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها السادة الأعزاء، حتى لا أطيل على آبائي وإخواني، قال سيدنا رسول الله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله، الحمد لله حمدا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. يا زائرا قبر الحبيب الهادي أبلغ رسول الله، أبلغ حبيب الله شوق فؤادي، إني يا رسول الله بحبك متيم، وزيارتي إياك هي كل مرادي. صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، بعدما أن مات النبي اختلف علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت بعدما أن مات رسول الله دخل علي بن أبي طالب
والفضل بن عباس وأسامة بن زيد رجال من آل بيت النبوة كي يغسلوا سيدنا رسول الله. أخذوا يتناقشون ويتحاورون أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، فألقى الله عليهم النوم، فلما ناموا استيقظوا على صوت مناد في الحجرة النبوية الشريفة يسمع صوته ولا يرى أثره: غسلوا رسول الله في ثيابه ولا تجردوه. يقول سيدنا علي بن أبي طالب: وشممنا ريحا طيبا لم نرى مثله، ومن شدة الريح الطيب ارتمى سيدنا الفضل بن عباس ناسيا نفسه في هذه اللحظة محتضنا رسول الله قائلا له: أرحني يا رسول الله، فقد قطعت وديني، أي قطعت عرق قلبي لفراقك يا رسول الله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكان حبيب الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيها السادة الأعزاء، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم ربما أن يكون آخر يوم من شهر رمضان. هذا هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكثر من الصلاة على حبيبك، خاصة في يوم الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على أعدائنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعلنا من عبيدك السعداء، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اهد شبابنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، اجبر كسرنا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، احسن ختامنا، احسن ختامنا، تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكواتنا. عباد الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، علما بأن الركعة الثانية بها قنوت. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.